بعد عصر خوف وخفرع، الأهرامات اللي اتبنت في العصور اللي بعدهم كانت أضعف وأبسط بمراحل كتير، لدرجة إن بعضها انهار أو بقى مجرد أكوام حجارة. يعني بدل ما نشوف تطور في تقنيات البناء، شفنا تراجع غريب. وده يخلي ناس كتير تقول إن أهرامات الجيزة بالذات مش بس بداية الحضارة، لكن ممكن تكون نهاية عصر متقدم جدا قبل ما ينقطع أثره. وبالنسبة للهرم الأكبر، فكل ضلع من أضلاعه الأربعة طوله تقريبا 230 متر بنسبة خطأ 2 من 100%، والفرق بين كل ضلع والتاني أقل من 5 سنتيمتر، يعني دقة أكبر من اللي ممكن تحققه في بعض المشاريع الحديثة. وواحدة من أعظم الحاجات اللي العلماء وقفوا قدامها مذهولين هي اتجاه الهرم. الهرم الأكبر متوجه ناحية الشمال الحقيقي بدرجة انحراف 1/20، يعني لو جبت منقلة صغيرة وقسمت الدرجة الصغيرة اللي فيها على 20، هو ده درجة انحراف الهرم. ونفس الاتجاهات دي مكررة في هرمي خفرع ومنقورع. والسؤال هنا، ازاي ناس ما عندهاش أجهزة ليزر ولا GPS قدروا يعملوا حاجات بالدقة دي؟ عدد الأحجار اللي في الهرم حوالي 2.5 مليون حجر، ومتوسط وزن الحجر الواحد 2.6 طن، وبعضها بيوصل وزنها من 10 ل 15 طن. وكمان أحجار غرفة الملك اللي اتبنت كلها من الجرانيت الأحمر اللي جاي من أسوان على بعد مئات الكيلومترات. وسقف غرفة الملك عبارة عن 5 أحجار، وزن الحجر الواحد منهم بيوصل ل 70 طن، والغرفة دي لوحدها وزنها 1500 طن. والمشكلة إنها مش في الأرض، لا دي مبنية على ارتفاع حوالي 40 متر جوه جسم الهرم. والسؤال الطبيعي، إزاي رفعوا الأحجار دي من غير أوناش أو معدات ضخمة؟